السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هنعمل مع بعض تورتايه مقاس 20. ان شاء الله هتعجبكم وهتبقى سهله وبسيطه، وان شاء الله تقدروا تنفذوها. هنا حطيت تلت كوبايه ميه، وحطيت 3 بيضات، ومعلقه محسن، ورشه فانيليا. وهحط هنا 350 جرام دقيق سبونج. هقلب بقى كله كده مع بعضه، واشغل عليهم العجان لحد ما يرتفعوا ويعلوا معايا. بعد ما اتضربوا بقوا بالقوام ده، هبدأ احط نص المقدار، هسويه كده بالطريقة دي، واخد نصه في قلب الحلة كده في جنب زي ما انتم شايفين كده، والنص التاني احط عليه كاكاو مؤقتا، بس عما ان شاء الله اشتري شكارة شوكولاتة بإذن الله. فهنا بحط شوية كاكاو كده، معلقة مش مليانة لان طبعا دي كمية بسيطة. ف ما بحطش كاكاو كتير. تمام. بدأت هنا احط كده في جنب من الحلة، وطبعا هكون مسخنة الفرن قبلها بشوية كتار. قبل ما اشتغل اكون مسخنة الفرن على درجة حرارة 180. الرف الاوسط احط في الرف الاوسط الصينية بتاعتي، وبعد ما تطلع طبعا بسيبها شوية تتهوى، وبعدين بغطيها اسيبها لتاني يوم. تاني يوم بقى هضرب معاكم الكريمة. طبعا كلنا عارفين الكريمة انا بضربها ازاي: كوباية ونص مية، عليها كوباية كريمة، عليها معلقة لبن بودرة، عليها معلقة باستر كريم، ومعلقتين سكر. تمام. التورتيه دي مش هتاخد اكتر من الكوبايه ديت. هقلب بقى كل المكونات كده مع بعضها، وهبدأ اشغل عليها العجان لحد ما تتضرب كده وتعلى وتبقى قوامها حلو. تمام. هبدأ بقى اشيل الورق كده من على الجوانب، وهبدأ ان انا اشيل كده الوش بايديا عادي. تمام. وهشيل القاع، بس القاع مش هشيله لان لقيته مش واخد لون خالص، فاشتلت بس الحته اللي هي حسيتها ان هي مش ناشفه شويه، اشتلتها. وهبدا اعمل الاسبونج بتاعي على رقم 8. تمام. زي ما انتم شايفين كده على رقم 8. هنا حسيت لسه في حته عاليه كده فشلتها. هبدأ بقى اخد نص الكريمة كده عشان احط عليه جناش واحط عليه كاكاو، والنص التاني هسيبه ابيض زي ما هو. تمام. احط عليه معلقة جناش كده كبيرة حلوة كده مليانة، واحط عليه معلقة كاكاو خام اسباني، اقل من معلقة يعني، معلقة مش مليان. وهبدأ اقلب الخليط ده مع بعضه كده لحد ما كله يختلط في بعضه كده، واتأكد ان الكاكاو اختلط كويس. تمام. زي ما انتم شايفين كده. طبعا لازم ادوقها عشان اشوف الكاكاو عامل مرارة ولا لا. طبعا بدوقها مرة واتنين اقتنع بالطعم. تمام. لقيت السكر بتاعها مظبوط، فقلت خلاص مش هزود سكر. طبعا لو جيت ازود سكر لازما ازوده سكر بودرة. طالما ما حطيتوش من الاول سكر عادي وظبطت السكر من الاول، برجع ولو حبيت بقى ان انا ازود سكر بزود سكر بودرة. تمام. او بحطه في العجان بقى واشغل عليه العجان شوية لحد ما السكر يدوب. حطيت هنا اللي هي الكريمه اللي هي بالشوكولاته، واحط الكريمه التانية اللي هي بالفانيليا. تمام. زي ما انتم شايفين كده.
بدأت هنا برضو احط اهوت. وطبعا بسقي بسيرب زي ما احنا عارفين، بسقي بسيرب كوباية سكر على 3 كوبايات مية وعصرة ليمونة ورشة فانيليا قبل ما اطفي. بحط طبعا الكريمة كده، بحط اخر طبقة زي ما انتم شايفين كده، بظبطها طبعا. هنا بقى كانت الكهرباء قطعت والحمد لله جيت حطيت هنا برضو زي ما انتم شايفين كده سيرب، سقيتها سيرب وببدأ اجلس بالطريقة دي. حاول ما تجيش على الجهة البيضة، وحتى لو جيت بشيلها بالشكل ده. بحاول طبعا لو في مكان نازل لتحت ولا حاجة اظبطه. هبدأ احط الكريمة التانية زي ما انتم شايفين كده، وابدأ اظبط. طبعا انت بتبقى التورتيه قدامك شايفه المكان اللي في قلبه كريمه كتير والمكان اللي في قلبوش كريمه، بتبداي تظبطي على الاساس ده. تمام. ببدا اخد كده من بره لجوه واساوي، وبرضو الجوانب كده حسيت ان الكريمه فيها مش كتيره، مش مداريه قوي، فبدات ان انا اظبط الكريمه بالشكل ده. انتوا شايفين كده مشيت مره واتنين لحد اما بظبط الشكل بالظبط. هنا حسيت ان الكريمه الشوكولاته كده دخلت في الكريمه الفانيليا. عادي ببدا احط كريمه فانيليا كده عشان اظبط الشكل. تمام. وهبدا امشي بالسكرابر، بس هغسله الاول وهبدا امشي تاني. بمشي تاني عشان اظبط. خلاص كده ببدا اخد بقى من بره لجوه كده، اي زياده بقى بشيلها. والتاني برضو نفس الكلام، ببدأ اظبط واي كريمة بتبقى زيادة طالعة زيادة بشيلها. هنا حسيت كده في فرقعة هوا. خلاص كده التورتايه بقت مظبوطة. هبدأ امسح البورد بتاعي وهبدأ اعمل بقى اي شكل انا حباه زي ما انتم شايفين كده. ده شكل الضفيرة. حبيت اغير يعني شوية زي ما انتم شايفين كده. وهبدأ اقفل الجنب اللي هو بتاع الفاكهة، هقفله كده من تحت زي ما انتم شايفين كده. هنشوف بقى الفاكهة اللي معانا. انا جبت تفاحة، هي التورتيه دي مش كبيرة، مش هتاخد يعني كتير ولا حاجة. زي ما انتم شايفين كده هبدأ اعمل شرايح. زي ما انتم شايفين كده، وهبدأ ارص بالشكل ده. رصيت كده شرايح تفاح زي ما انتم شايفين. هقشر كده الكيوي، اخد منه شرايح برضو عشان احطها كده. وابدأ اعمل شرايح كده على ايدي، وكل شريحة هقسمها نصين. انا قلت ده هي هتاخد نص الكواية بس احتجت تاني وعملت. طبعا لازم أن يكون الملمع معايا على طول. هبدأ ألمع زي ما انتم شايفين كده. لازم أن تلمعي التفاح على طول عشان ما يسودش ويبقى دبلان كده وشكله مش حلو.
تمام. هبدأ كده ارص. كنت بكمل بس بقية الشرايح بتاعت التفاح. ببدأ ارص كده الكيوي. طبعا انا بشتغل بالسكينة عشان ما بهدلش الجزء بتاع الكيوي كده، ما بهدلهاش. زي ما انتم شايفين كده رصيتها. هبدأ بقى اعمل اللي هو جناح العصفورة كده. باخد شريحة من الجهة دي وشريحة من الجهة دي بالشكل ده. لازم السكينة تكون انتي متعودة عليها عشان تعرفي تقطعي بيها. يعني اي سكينة انت بتحبيها، مش شرط دي سكينة عادية، مش يعني بتاعت فاكهة ولا حاجة، بس انا مرتاحة لها عشان كده عارفة اقطع بيها الفاكهة. تمام. بدأت كده زي ما انتم شايفين هلمعها الاول قبل ما احطها، عشان لو جيت اعملها وهي على التورته الكريمه بتبهدلها. تمام. هبدأ اخد كمان شريحه كده، اخلص بقى واعملها يعني زي ديت وهرجع لكم. وزي ما انتم شايفين كده عملت واحده زيها بالظبط وحطيتها. الجزء بقى اللي فاض معايا بدأت اعمل بيه شرايح كده، هوريكم هنحطه فين دلوقتي. بدأت ارصهم جنب بعض كده، اظبطهم جنب بعض وهبدأ اسحبهم، وهشيل التفاحتين اللي انا عملتهم دولت وهلمع دول كويس. اهم حاجة تضغطي عليهم وانتي بتعمليهم. تمام. هبدأ بقى زي ما انتم شايفين كده افردهم حلو، وهبدأ احطهم على التورته بالشكل ده. وهبدأ احط جناحين العصفورة دول كده بالشكل ده. في جزء كده لقيته فاضي هظبطها، بس انا عايزاهم يبانوا لان مش عايزاهم يبقوا نازلين اول تحت كده. المهم حطيت هنا بقى شرايح كيوي كده، بقيت الكيوية قشرتها وحطيت الكيوي كده وبالملمع، وببدأ ألمع الفاكهة بتاعتي طبعا عشان ما تتبلش زي ما انتم شايفين كده. سيحت بقى الجناش بتاعي وهبدأ زي ما انتم شايفين كده. بس الجناش كان سحب زيادة، يعني سيحته بزيادة، سخن شوية، فطبعا نزل كده بهدل الدنيا، بس حصل خير. هنبدأ طبعا ناخد من تحت كده ونحط على الحتت اللي ما جاش فيها جناش. انا اسفة جدا على الاضاءة، بس ان شاء الله في اقرب فرصة هحاول اظبط اضاءتي. زي ما انتم شايفين كده، اهم حاجة تستفادوا من الفيديو. طبعا مسحت كده واستنيتها ما نزلت كل الجناش، نزلت يعني الجناش اللي زايد، وبدأت اعمل روزيتات كده. تمام كده خلاص. اشيل بس الروزيتا ديت لان جايه عليها جناش وانا ما بحبش كده، واحط مكانها روزيتا شوكولاته طالما في ايديا الكيس بتاع الشوكولاته الكريمه يعني الكاكاو. كتبت الاسم المطلوب مني، وهنا ده توبر هابي بيرثداي تو يو. وكان عندي فراشه صفرة كده، وحطيت هنا شويه ورق ترانسفير كده بالشوكولاته. حطيت شكلين كده وحطيت ده، وهبدأ هنا احط شويه نجوم زي ما انتم شايفين. اي حاجه بقى تحطوها براحتكم، بس انا كان عندي نجوم يعني، فحطيتها كده تدي اضاءه كده وشكل حلو. وحطيت هنا نجوم كمان صفرة عشان تليق مع لون الاسم زي ما انتم شايفين كده. حاسه ان في حاجه لسه ناقصاها يعني، بس كنت بمسح الفراشه. هحط عندي توت.
حطيت كده 2 توت بالشكل ده يدوا شكل كده واضاءة. وحطيت هنا كان عندي من التوت كده حاجات صغيرة من التوت كده واقعة في قلب العلبة